مر عام كامل على تأسيس نواة للجيش الوطني الحديث عقب تحرر عدد من المحافظات من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح، حيث تم استكمال بنية الوحدات العسكرية والقوات المسلحة بنمط جديد تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في استيعاب مقاتلي المقاومة الشعبية في الجيش والأمن بشكل وطني متكامل. هذه هي اللحظات الأولى لتكوين نواة الجيش الوطني في معسكر اللواء 23 ميكا في منطقة العبر والواقعة بين محافظتي حضرموت ومأرب. وصلت قيادة الجيش الوطني بخطى ثابتة وبعزيمة عالية. وصل القائد مرفوع الرأس عالي الهامة فواثق الخطوة يمشي ملكا. هنا في هذه الصالة الصغيرة استمع الجنود حماة الوطن بآذان صاغية لتوجيهات قيادة الجيش الوطني بعد توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد الرب منصور هادي معلنا انطلاق الجيش الوطني وبدء ساعة الصفر وهو ما تم. وبعزيمة الرجال الأشاوس الذين رفضوا القتال إلى جانب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأعلنوا ولاءهم لله وللوطن لا لعصابة القتل والتدمير والخراب والتي استباحت الدم والعرض والدين، قالوا فصدقوا ولم تقرهم عروضات تلك العصابة وأبوا إلا أن يكونوا إلى جانب الوطن والدفاع عن المواطن. إن شاء الله نحن مصرين على إصلاح البلد وإصلاح القوات المسلحة بالدرجة الأولى، وأنا أعرف أن كل القوات المسلحة وطنيين وعندهم روح وطنية عالية جدا مستائين ما يحصل، إلا بعض الناس الذي لديهم مصالح، بعض القيادة الذي لديها مصالح شخصية وحاقدة. أما معظم القوات المسلحة قيادتها وأفرادها وهم مع الشرعية الدستورية، ولا يرضى أي شخص من الفرد أو ضابط بما يحدث للقوات المسلحة من أهانات أن الميليشيا تستولي على سلاحه ومعداته وتخرجه من معسكره. فأنا إن شاء الله احنا نأمل في أبناء قوات المسلحة أن يستعيدوا، ونحن جاهزين لاستقبالهم، وسوف تحدد معسكرات لاستقبال الضباط والأفراد الذي في البيوت والذي أخرجتهم الميليشيا من معسكراتهم، سنبلغهم في حينها بالعودة إلى معسكراتهم. إذن هي مهمة صعبة ومقامرة كان يراها البعض مستحيلة بعد أن تحول الجيش اليمني المدرب لأكثر من 33 عاما والمدرب بأحدث التجهيزات القتالية إلى جيش تابع للفرد وللعائلة والميليشيات، فخان شرفه العسكري وباع القسم الذي أقسمه على نفسه بأن يكون حامي للوطن والمواطن. انتفض الجيش الوطني المولود من رحم النضال والكفاح وبدأ العد التنازلي لمعركة السعادة الشرعية ومؤسسات الدولة ومعسكراتها المنهوبة سلاحها. وقف الجيش الوطني إلى جانب المقاومة الشعبية في الدفاع عن كرامة ومقدرات اليمن، واستطاع أن يحقق إنجازات وانتصارات على تلك الميليشيات وعمدها بدماء الشهداء الزكية. واختلطت الروح بين مقاومة رفضت الخضوع والركوع وبين أبطال الجيش الوطني الذين آثروا تراب اليمن على أنفسهم. فلم يكون الجيش الوطني الوحيد الذي حمل هذه المهمة، بل أن الضباط والجنود الذين كانوا تحت قيادة الانقلاب انضمت إلى هذا الجيش والتحقت بركب النضال والكفاح، فكانوا هم في مقدمة الصفوف كالمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب التي يقودها اللواء عبد الرب الشدادي. في الحقيقة المنطقة هي ما ضمت، هي لا زالت يعني مع الشرعية من أول يوم، هي لم تضم يعني من جديد. نعم، المنطقة الثالثة العسكرية هي مع الشرعية منذ 11 فبراير ومنذ يعني تأسيسها، وهي لم تنفصل يوم وتضم، وإنما هي أصلا هي الباقي المتبقي من الوحدات أو من المناطق العسكرية مع الشرعية. وبالتالي احنا بنتحمل دور كبير في إعادة الشرعية ومشاركة المقاومة الشعبية في جميع الجبهات، مشاركة فعالة بكل ما نستطيع أن نشارك، ونحن نتحمل مسؤولية كبيرة بإعادة الشرعية سواء في استقبال المسؤولين أو في استقبال الفارين من ظلم العدوان الحوثي.
واصل الجيش الوطني زحفه بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي، وبقيادة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد المقدشي، ونائبه اللواء ناصر عبد ربه الطاهري، وقادة المناطق العسكرية الثالثة والخامسة والسادسة. زحف الجيش الوطني نحو تحرير وتطهير المدن من عبث الميليشيات، وحققت النصر الأكبر حتى أصبحت على تخوم العاصمة صنعاء ومركز محافظة الجوف وعلى مقربة من الحدود مع صعدة. إذن هي ثورة عارمة قادها الجيش الوطني مع المقاومة الشعبية لاستعادة الدولة المسلوبة، فلا صوت يعلو فوق صوت الجيش والمقاومة. مشاعلا مشعة على الزمن بوحدة تقودنا إلى النهوض بالوطن. تقدمي مشاعلا مشعة على الزمن وبوركت مسيرة على طريق ذي يزن. لم يكن دور الجيش الوطني عند ذلك فحسب، بل عمل على تدريب الوحدات والكتائب العسكرية تدريبا عاليا لمواجهة أي اعتداءات قادمة من الميليشيات، وكذا تدريب وحدات أمنية وإنشاء كتائب لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع. وبعد عام من إنشاء الجيش الوطني الجديد فإنه سيبقى الدرع الواقي وصمام أمان البلاد، وهو من سيقضي على الجرثومة الخبيثة المتمثلة بالحوثي وصالح. كيف لا وقد أصبح الجيش الوطني هو جيش الشعب. ياسر هادي، قناة اليمن الفضائية. شكرا لزميل ياسر هادي على هذا التقرير.